الشماس فهمي شحاتة بيقول: بنتي اتجوزت واحد من العمال، وربنا أراد إن هي يكون عندها 8 أطفال، ورغم احتياجات البيت لكل قرش لتربية الأطفال دي كلها، إلا إن الزوج للأسف ابتلي بعادة سيئة جدا، هي لعب القمار. وبسبب الموضوع ده مرتبه كله كان بيروح على لعب القمار، والأسوأ من كده إنه كان بيلعب لغاية بعد نص الليل. وأنا كحماه نصحته كتير جدا، وناس كتيرة نصحته، وما سمعش ولا ليا ولا لغيري. والموضوع بدأ يزيد معاه أكتر من الأول وبقى إدمان. وبنتي لما يئست من سلوك جوزها راحت لقداسة البابا، راحت له في كنيسة المرقسية في اسكندرية، واستنته لغاية ما خلص القداس، وقدمت له ورقة كتبت فيها: بطلب الصلاة من أجل زوجي اللي بيضيع كل مرتبه في لعب القمار. ولما قرأ سيدنا الورقة اتأثر جدا، خصوصا انه لقاها بتعيط بمرارة، فبصلها وقال لها: يا بنتي اذهبي بسلام، وجوزك خلاص مش هيلعب القمار مرة تانية. فخرجت البنت من الكنيسة وهي فرحانة جدا وحاسة بسلام، وكانت بتمجد الله على استجابته السريعة. وفعلا بعدها اتحققت كلمات البابا، وجوزها بطل لعب قمار، لا وكمان بطل يخش اي مكان في حد بيلعب قمار، وكره كل الناس اللي كان بيلعب معاهم واللي كانوا دايما بياخدوا كل فلوسه. أشكرك يا رب، سر الرب الخائفين فلا يتمجد اسم الرب القدوس.